الفطير المشلتت بقى على اصوله من غير تعب ومن غير مجهود هنعمله ونفرده بكل سهولة ويطلع معانا احلى فطير بقى تاكليه كده مع العسل والجبنة القديمة زي احنا شايفين كده. الفطير بتاعنا مورق ازاي وطبقات وفي نفس الوقت طري وجميل. يلا بقى بينا على الطريقة. معانا هنا كيلو ونص من الدقيق، حاطين عليه رشة من الملح، 3 معالق من السكر. هندوب بقى السكر كده في المية عشان يبقى الفطير كده معاكي مسكر وطعمه حلو وانتي بتاكليه، لو حابة حتى تاكليه حاف كده من غير ما تغمسيه يعني. بعد كده بقى هننزل بالمية شوية بشوية كده على الدقيق. هو الكيلو ونص دقيق هاخد معانا كيلو الا ربع من المية، يعني المية نص دقيق. بس انتي برضو خلي بالك من المية عشان كل دقيق نوعيته بتختلف عن التاني، ما تضيفيش المية كلها مرة واحدة. هنحط شوية بشوية كده بقى ونعجن عشان كمان برضو العجين بتاعنا يبقى فيه عرق. مع اني طبعا والله نوعية الدقيق اللي انا جبتها دي برضو ما كانش فيها عرق خالص، بس هنعمل بيها برضو. هنبتدي بقى نعجن كده لانه بيحب عجن كتير شوية عشان يكون معاكي عرق. هنعجن فيه شوية حلوين بقى كده زي ما احنا شايفين كده. كانت العجينة معانا كده خلصت، طبعا عجناها كده حوالي 10 دقايق ولا حاجة. بعد كده بقى هنسيبها ترتاح برضو 10 دقايق. هنا شوفي زي ما احنا شايفين كده عملت عرق معانا، بس عرق بسيط برضو لان نوعية الدقيق ما كانتش كويسة. بعد كده بقى هنرش كده رشة من الدقيق على الرخامة. وبعد كده هنجيب العجينة بتاعتنا دي اللي احنا عجناها وهنبتدي بقى نقطعها. هنا كده هنقطعها على 6 قطع، انتي بقى قطعيها يعني ايه حسب الحجم اللي انتي عاوزاه وحسب حجم الصينية بتاعتك برضو. هنقطعهم بقى زي ما احنا شايفين كده وناخد بقى ايه كل قطعة كده ونكورها على شكل كورة بالشكل ده كده. هي العجينة بتبقى معانا بقى طرية وفي نفس الوقت كده مش بتلزق عشان تبقى سهلة معاكي في الفرد. وده شكلها معانا كده بعد ما كورناها. بعد كده بقى هنرش برضو رشة من الدقيق. هنبتدي بقى نجيب ايه كورة كده من اللي احنا عملناها وهنبتدي بقى نفردها بالشكل ده زي ما احنا شايفين. بتتفرد معانا بكل سهولة عشان احنا ريحنا طبعا العجين 10 دقايق. كل ما بتريحيه كل ما بيديكي نتيجة احسن وافضل. هنفردها بس كده يعني مش هنفردها فرد كتير، هنفردها حاجة بسيطة زي ما احنا شايفين كده. بعد كده بقى هنجهز الصينية بتاعتنا. هرش رشة من الزيت على الصينية من تحت وبعد كده بقى رشة من الزيت على العجينة من فوق وهنبتدي نفرد زي ما احنا شايفين. بيتفرد معانا بكل سهولة من غير اي تعب ولا اي مجهود خالص. يعني اول ما بتحطي الزيت بتلاقي العجينة بتجري معاكي كده وبتتفرد بمنتهى السهولة معاكي، مش هتتعبك في اي حاجة. وطبعا معانا زبدة بدرجة حرارة المطبخ تبقى طرية معانا. بس طبعا عشان احنا دلوقتي الجو حر فهي طبعا كانت ساحة برضو زيادة شوية. هنتهم بقى كده وبعد كده هنجيب السكينة ونقطعها كده زي ما احنا شايفين عشان دي هتبقى معانا بقى الطبقات. ونشد كده العجينة واحنا بنعمل عشان تورق معانا كده ويدخلها الهواء. لما بيدخلها هوا كده وتعمل فقاقيع كده اعرفي ان الفطيرة ان شاء الله تطلع معاكي ناجحة وجميلة. ونطبقها زي ما احنا شايفين كده زي الظرف. وبعد كده برضو بنطبقها كده ونلمها على شكل كورة تاني عشان تدينا شكل الفطيرة زي ما احنا شايفين كده. هنعمل برضو واحدة تانية هنرش دي برضو ونفرد. وهوريكم برضو طريقة تانية برضو من غير الدقيق، يعني اللي تحبي تعمليها اعمليها. بس انا بحس ان لما بفرده بالدقيق الاول بيبقى احسن ومش بيتقطع معايا لان نوعيات الدقيق ما بقتش حلوة اوي الايام دي. زي ما احنا شايفين برضو رشينا هنا رشة الزيت اهوت من تحت ومن فوق. وبدأنا بقى ايه نشد في العجين كده بالشكل ده ونوسع معانا. وعلى فكرة اسهل ان انتي تعمليه على صينية زي ما انا عاملة كده يعني. هتبقي تقدري تتحكمي فيه اكتر وعلى حسب حجم الصينية برضو. لو عندك صينية اكبر هتكبري حجم الكورة بتاعتك وتعمليه برضو فطيرة كبيرة زي ما انتي عاوزة. هندهن برضو الزبدة بالشكل ده كده على الفطيرة كلها، مش هنسيب حتة لما ندهنها بالزبدة عشان يطلع معانا مورق وحلو كده. والزبدة برضو بتخليه طري معانا.
برضو هنقطع كده بالسكينة، ونبتدي برضو ايه نطبق كده طبقات كده، ونشد العجينة كده واحنا بنطبق كده، ونقطع منك مفيش مشكلة، ما تقلقيش برضو هتبقى حلوة. يعني انتي طبقيها عادي ومع الفرد معاكي هتبقى ما فيهاش اي مشكلة خالص اهو زي ما احنا شايفين. ونطبق كده زي الظرف، وبعد كده برضو بنلم العجينة كده ونكورها على شكل ايه كورة معانا عشان تدينا شكل الفطيرة بالشكل ده. بتتعمل معاكي بكل سهولة، مش هتتعبك خالص. هنا بقى فردتها من غير دقيق خالص، حطيت برضو زيت وفي الصينية، وبعد كده زيت على وش الفطيرة من فوق، ونبتدي بقى نفرد كده من جوه لبره كده بالشكل ده لحد ما تتفرد معانا الفطيرة بكل سهولة. وهي انقطعت عادي مفيش مشكلة، ما تقلقيش ان هي تنقطع منك زي كده مفيش مشكلة. هندهن برضو عليها الزبدة، هنوزعها كده على الفطيرة بحالها. يعني انتي قدامك اختيارين عادي، ممكن تبططيه على دقيق في الاول وبعدين تفرديه على الزيت، او ممكن تفرديه على الزيت على طول، اللي يريحك الطريقة اللي تعجبك اعمليها، هما الاتنين حلوين. هنقطع برضو كده بالسكينة تقطعات كده يعني عشوائية، وبعد كده بقى بنشد كده بقى العجين كده عشان يورق معانا. ده بيبقى الطبقات بتاعتنا بتاعة الفطير، هنطبقه برضو كده، ونبدأ برضو نلم العجينة كده ونتم برضو كده زبدة، وبعد كده نكورها برضو نفس الحكاية، وهكذا لحد ما نخلص الكمية بتاعتنا. هنفرد برضو اهو دي على الزيت كده، ما حطيناش بقى دقيق ولا اي حاجة، برضو دهنا الصينية زيت بس، وبرضو حطينا على الوش من فوق برضو رشة كده من الزيت، ما نكترش يعني. ونبتدي نفرد بكل سهولة، والصينية بتساعدنا ان احنا نلفها كده في جميع الاتجاهات ونفرد براحتنا. وعاوزة برضو يكون صينية كبيرة برضو تعملي فطيرة كبيرة اللي يريحك. هنبتدي بقى نفرد كده، وبعد كده برضو ندهنها بالزبدة وايه ونكورها زي ما شفنا. وده شكله معانا كده بعد ما خلصناه بقى، هنسيبه يرتاح 5 دقايق كده، وبعد كده بقى هناخده ايه ونفرده في الصواني اللي احنا ايه هنخبز فيها. وطبعا اهم حاجة ان الفرن يكون سخن، لان الفطير بيحب الفرن الحامي. هنبتدي بقى نفرد كده، هو حطينا رشة زيت كده في الصينية، ونبتدي بقى نفرد الفطيرة بتاعتنا المشلتتة الحلوة دي زي ما احنا شايفين كده. ما خدتش مننا والله وقت ولا مجهود، ومش هيتعبك ولا اي حاجة، وهيتفرد معاكي بكل سهولة. جربي الطريقة دي وان شاء الله هتنبسطي منها. وادي بقى شكل الفطير بتاعنا المشلتت الجميل بعد ما خرجناه بقى من الفرن، زي ما احنا شايفين كده لونه جميل، والفطير معانا طري وحلو. وخلي بالك برضو ايه الزبدة بتخليه طري. عاوزة تعمليه بسمنة برضو عادي مفيش مشكلة، ممكن تعمليه بسمنة زي ما احنا شايفين كده. وادي الفطير المشلتت بقى معانا، ومعانا العسل بقى والجبنة القديمة بقى بتاعتنا الجميلة دي اللي احنا عاملينها في البيت برضو بالشكل الجميل دي. يا رب الوصفة النهاردة تكون عجبتكم، واشوفكم في فيديو جديد على خير ان شاء الله.